ثلاث ارباع الفنانين بالوطن العربي ما بيعرفوا لا موسيقى ولا نوتة. صدقا اذا بدنا نشيل اللي بيعرفوا على الصبيعه بينشالوا بالمقامات، وين عم يغني وين يروح وين يجي. في جهل كبير بهذا المحل مع احترامي للكل، ولكن يعني كله بيعمل امبلاج وبيغطي الامور. بيسان اسماعيل عم تسالي عنها، كنا بعرس اسامه مروه الاخ والحبيب وشيرين كمان بيوتي. بوجه لهم تحيه والله يهنيهم اصحابي وانس واصاله والكل. اللي بدي اقوله عادي، لا اللي بدي اقوله انه انا طلعت على المسرح من طبقتي، يعني انا ما بعرف غنيه من وين صدقا، وهي ما انتبهت البنت. يعني انا طلعتها ادمت بيسان اسماعيل، طلعت انا بلشت بالغنيه، انا بلشت ما حاحكي خطاي، هي فات على طبقتي انا الموسيقيه، طلعت كثير عاليه عليها ما قدرت. يعني انا اللي ورطتها بدون قصد صدقا عم بحكي. يعني وشكله في كثير ناس بيحبوها ما بيحبوها، وهي ما شاء الله ضاربه يعني على هي غنيتها هي وفؤاد جنيد. بقى هذا اللي صار يعني، بس انما ما يعني مش انه هي طلعت تنشز، لا. هلا ممكن انا اطلع على طبقه بنت عم تغني مثلا، انا تكون هي عم تغني وانا بتفوت على غنيتها، لا الطبقه كثير علي انا تكون عاليه ما اقدر اغني مثلا، او العكس يعني.